السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعم السلام في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة. وحشتوني وبتوحشوني جدا جدا، وكومنتاتكم الجميلة بتخليني ببقى مبسوطه والله العظيم. بقول لكم ببقى مكسله جدا، يعني انا كنت مكسله قوي دلوقتي اعمل فيديو، وبعدين افتكرت حبيبتي من امريكا قالت لي انا بستنى الفيديو بتاعك. فطبعا قلت لا، ما ينفعش ان انا اوعد الناس ان انا. وكمان سوسن برضو قالت لي برضو لو وقفت الفيديوهات انا هجيلك لحد المانيا. ده انت تيجي وتنوريني يا حبيبه قلب، والله العظيم وتنوري الدنيا كلها. فالنهارده عايزه بقى اكلمكم طبعا الفيديو بتاع، لان طبعا انا ما عنديش وقت. الوليه دي فاضيه، اللي هي بتاعت بردو دي ظهرت لنا من جديد. كنا دماغنا مستريحه وحياه ربنا، كنا نركز مع حمدي ووفاء ولا عيله الحاج جابر والكلام ده. بس لقينا لك بتاعت بردو طلعت لنا تاني. طبعا انتوا عارفين الست دي حورتجيه، مش حورتجيه يعني بتاعت حواري، لا بتاعت حوارات. فانا اختصر لكم الفيديو بتاع امبارح، اللايف بتاع امبارح واللايف بتاع النهارده، لان طبعا انا ما عنديش وقت ان انا اضيعه بصراحه، لان المفروض ان انا رايحه الشغل. ف امبارح عملت فيديو يا جماعه، مختصر الفيديوهات اللايفين اللي هي اتعملت، اللي هي عملتهم. هنطلع منه بحاجه اعرفكم ان الست دي وراها شياطين هم السبب في تدميرها، والسبب في ان هي بتطلع لنا بالصوره دي، وسبب ان هي بتطلع بال الكلام الجنسي وقله الادب اللي احنا ما كناش بنشوفها منها. بصراحه ربنا وراها يا جماعه الست دي. وحياه ربنا انا مش عارفه اذا كانت هي متخلفه، انا مش عارفه اذا كانت هي مخها تعبان، انا مش عارفه ازاي الناس دي ضحكت عليها. وهم مين؟ هم مين اللي ضحك على القطيع اللي وراها؟ في ناس مسيطرين عليها وعلى تفكيرها يا جماعه، لدرجه ان هي دلوقتي وهي بتعمل اللايف بتاع دلوقتي، انا لسه شايفاه حتى ما كملتوش والله يا جماعه، انه هي بتقلب بتقلب بتورينا طبعا كل كلامها النهارده على الحاجه فاطمه، على الحاجه الست الطيبه اللي هي بتدعم اختها. طبعا دلوقتي هي طالعه بتسبها وبتقول عليها ان ست شاذه. طبعا دي قله ادب، جايبه صورتها وعماله بتتنمر على الست بطريقه قذره. هل دي ست؟ دي منظر ست؟ ده راجل ومتحول، ده كذا ده كذا كذا، وعماله تغلط في مين؟ في الست. بصوا عينيها، بصوا الخاتم، بصوا ايديها، كل ده علشان فضحتها. وقالت لها ان انا بعتلك 50,000 جنيه، والفلوس دي كانت بعتها للايتام، والمدام بلعتهم في كرشها. فطبعا ازاي ان هي الحاجه فاطمه تطلع تفضحها؟ قالت دي ست. طبعا على الحاجه فاطمه بتقول ان اللي اسمها بتاعت بردو دي تعرف ربنا منين. فطبعا طلعت اتكلمت ان هي كانت بعتلها فلوس، وان المدام بلعتها في كرشها، يعني خدت الفلوس. فطلعت تقول انا لو انا خدت فلوس، انا لو كنت عايزه ادي حساب البنك لناس ياما، اسالوا حتى بتاعت اللي هي الداعمه بتاعتها اللي اسمها جيل دي، اسالوها ده كانت عايزه تبعت لي النقطه بتاعت بنتي، ده كانت كذا ده كانت كذا. انا ما رضيتش ادي حساب البنك لان هي خاينه يا جماعه، دي خاينه، دي خاينه، عمرها ما تدي حسابها البنكي لاي حد. فهي هي بتقول كده، انما انا هي من ناحيه الخيانه، بس لحد الفلوس ما اعتقدش، لان دي بتحب الفلوس. ما كانش ده بقى يبقى ده حالها يا جماعه. يعني الست دي بتحب الفلوس، بس من النوع اللي هي ما تحبش تنزه نفسها. بتتريق على الحاجه فاطمه. الحاجه فاطمه يا حبيبه قلب واحده محترمه، واحده متدينه، واحده طالعه بكل ادب واحترام، ومداريه نفسها ومداريه وشها. فالمدام بتتنمر عليها. هي مش زيك شايله حواجبها وعامله التاتو، ومش شايله ومش حاطه البرسنج علشان تعجبك، او بتقول لها اصل انا مش شاذه. المدام بتاعت بوردو بتقول للحاجه فاطمه اصل انا مش شاذه، مطلعه الحاجه فاطمه ان هي شاذه، ان هي
بتقول لها انا واحده مش شاذه، انا لو البضاعه يعني بتتكلم على نفسها ان هي بضاعه بيو وان هي بضاعه حلوه. شوف دي قله ادب وقذاره. في واحده تطلع نفسها وتقعد تقول على نفسها اصل البضاعه على جسمها من جوه، يعني ان ايه، ان هي جسمها من جوه حلو والبضاعه بتاعتها بيو. انما انا مش زي المعفنين اللي انت بتفتحي لهم الكاميرا وتقعدوا تعملوا شواذ انتوا يعني معناها بتسب اختها بالعربي كده. معناها بتسب مين؟ بتسب موناليزا، ان موناليزا هي اللي بتاخد منها الدعم. الكلام ده يكون لمين؟ مين اللي بياخد دعم من الحاجه فاطمه؟ ومين اللي قالت لها ده انت شلت من عليا عبء؟ الحمد لله. وانت فاكرين ان انا متضايقه ولا انا غيره؟ انا ما بتضايقش ولا بغير. يلا ديكي شلت عليا من عليا عبء. يعني ان هي بتاعت بوردو كانت بتدي المنى فلوس كتير وكانت بتدي لها، ما كانش يبقى ده حالها يا حد. النبي اصل هي واقفه قدامي في التلفزيون، فانا كل شويه ابص كاني يعني ببص لها. ما انا متغاظه بصراحه من الكلام يا جماعه. مطلعه على الست المحترمه. اصل معلش الست مش حاطه بيرسينج، اصل الست مش حاطه، مش عامله حواجبها، شايله حواجبها خالص. يا ناموسه يا متنمصه قسما بالله، شايله حواجبها وعامله تاتو علشان ايه؟ تبقى تعجبك يا نقه. الحاجه فاطمه مش عاجباك علشان كده. ما انت بصي يا حاجه فاطمه، راحت بيرسينج وراحت. طب بصوا لايديها يا جماعه، بصوا لايدين بتاع البردو دي هتعرفوا قد ايه ان هي بضاعه مصديه. والله العظيم بضاعه مصديه. بصوا لايديها وبصوا لوشها. الفلتر والميك اب اللي بتحطه في وشها مش مبين حقيقتها. تحط كيلو كريم اساس وبودر وبتاع والحاجات. انا ماليش في المكياجات وفي الكلام ده كله يا جماعه، ماشي. والله العظيم ما بطيق حاجه احطها على وشي ولا احط كريم اساس ولا بتاع. احس ان انا مخنوقه في حاجه، خانقاني كده. ما يعني احب اتحرك بطبيعتي، اعمل ايدي على وشي، اعمل ايدي على عيني كده. فانا مش. انما بتاعت بوردو الايام دي طالعه لنا هي مخبيه حاجه ورا الميك اب اللي هي حاطاه. طالعه حاطه فول ميك اب طبعا، حاطه كل حاجه علشان تبين النصيبه اللي وراها. هي وراها نصيبه والله العظيم يا جماعه. الست دي وراها نصيبه. الاربع ايام اللي هي غابتهم فعلا وراها نصيبه. لان حتى لو كانت مسافره، حتى لو بتحضر نفسها لسفر، حتى لو هي بتعمل اي حاجه بتشاركنا الحاجه دي، بتحضر شنطه، بتروح تشتري حاجه، بتقول ما تقدرش ان هي تمنع 4 ايام بدون تصوير نهائي. لا الست دي وراها كارثه. وطلعها ومدارياتها ووشها الفيلم ميك اب كامل اللي هي حاطاه ده بيداري، ده قناع علشان ما تبينش اللي جواها. انما الناس فاهماها لان خلاص متعوده عليها بقالها 5 سنين. فطبعا الحاجه فاطمه ما هياش عاجباها لان الست مداريه وشها محترمه، الست مداريه شعرها، الست محترمه الحاجه فاطمه. فطبعا ازاي تعجب النقه؟ لا يا نقه، لا يا نقه، ده هي برقبتك والله العظيم. روح اغسلي وشك. معلش يا جماعه ببص لها والله ببص لها اصل هي قدامي في التلفزيون. روحي يا نقه اغسلي وشك واغسلي عينيكي واغسلي وشيلي اللي على وشك ده، هتبان حقيقتك، هتبان قد ايه ان الحاجه فاطمه اللي انت بتتريقي دي برقبتك. قسما بالله يا جماعه انا مش بتكلم علشان انا الحاجه فاطمه انا ما اعرفهاش، انا ماليش علاقه بيها خالص قسما بالله ولا اعرف اي حاجه. انا اسمع اللي على القنوات بيتكلموا عليها، اسمع موناليزا وهي بتتكلم عليها بتشكر في الست، بتشكر ان الست طبعا انتوا شايفين موناليزا كانت الحاله الماديه بتاعتها صعبه جدا، البيت بتاعها كان على الارض. الست دي ساعدتها، فرشت لها البيت كامل. مريم الله يبارك لها، الداعمين المحترمين طلعهم طبعا عشان داعمين محترمين فلازم نطلع عليهم انهم شواذ. الشواذ يا مدام بوردو، الشواذ زي مثلا جيل بتاعتك دي مثلا اللي هي الشيطانه، شيطانه هي دي يا جماعه اللي راحت دعمت راجل، ادت لراجل فلوس بدون ذكر اسم طبعا لان انا ما بحبش اوصل للعالم دي. بعتت اللي هي اساس الفضيحه بتاعت ايمان، اللي مش فضيحه، ايمان ما عملتش حاجه غلط. ايمان ما هياش اللي هم قالوا عليها كمان. ايمان اللي اسمها جيل دي اللي هي الداعمه بتاعت النقه، ادت فلوس لراجل وقالت له روح لعم فاروق وروح البلد بتاعتها وجسس عليها. هو ده الاحترام يا جماعه؟ هو ده الاحترام؟ ده الادب ان احنا نروح نتجسس على الناس؟ ويا ريت بنجيب الاخبار الحقيقيه، ده احنا بنتبلى على الناس
وبنطلع الناس دي كلام قذر طبعا. يعني اما تقول لك عم فاروق وايمان بكلام قذر طبعا. ف المدام اللي اسمها بتاعت بوردو قالت اقسم بالله انا ولا اتحركت ولا قلت لفلان يروح يتجسس على على ايمان ولا روح بلدها. ده انا اتفوجئت حتى ما قالتليش ان هي عملت كده على جل، ان هي عملت ايه، ان هي راحت بدون ما تعلم بتاعت بوردو ان انا هعمل كذا كذا كذا. راحت عملت كل حاجه وادت للراجل فلوس واتحرك وراح وقال ايه. وطبعا هم حطوا البهارات بتاعتهم والتبليات وقله الادب على الايه، على الكلام، وطلعوا من الفضيحه انه يقولوا ان ايمان كانت مع عم فاروق 3 ساعات ونص والكلام القذر ده. طبعا الكلام ده كله كذب، لان دول متبليين. احنا جربنا كل الحاجات دي يا جماعه. فالناس دي متبليه، محدش يصدق كلامهم خالص. كلام ان يقولوا الحاجه فاطمه شاذه وبتفتح كاميرات، ده ما بتتكسفش. بتقولك ما تشكسف. وقالت ان هي بتفتح الكاميرا هي بينها وبين الستات اللي هي بتدعمهم وتقول لهم ايه اعملوا افعلوا كذا وافعلوا كذا، يعني افعال جنسيه، ويفتحوا الكاميرات لبعض وتدعمهم. يعني معنى شوفوا وصلت ان هي تسب اختها، تسب اختها يا جماعه، تسب اختها الموناليزا، ان الحاجه بتدعم علشان كذا. شوفوا قله الادب والوساخه والقذاره وصلت لحد فين. قال ايه؟ مين بقى اللي قالت لها كده؟ اللي اسمها بتاعه الفراوله، بتاع الفراوله، هي دي بقى، هي دي الشيطان. هي وجل الاتنين دول وأميع، التلاتة دول مش هيوردوا على جنة يا جماعة، مش هيوردوا على جنة. وعشان اثبت لكم كمان حاجة دلوقتي هقول لكم. طبعا اللي اسمها بتاعت فراولة دي، اللي بتاعت الفراولة دي، هي دي أس البلاوي كلها. هي دي الفتانة اللي كل حاجة تنقلها لمين؟ اللي بتاعت بوردو، كل حاجة. وهي بتقلب في اللايف دلوقتي وجايبة صورة مين؟ صورة الحاجة فاطمة، وقاعدة بتتريق عليها وبتتنمر عليها. وهي بتقلب كده قامت ايديها جاية غلط، قامت قلبة على مين؟ على صورة أختها سماح. طبعا بعتلها وبتوريها وبتقول لها اصل بتاعت بوردو. بتقولك ما بشوفش. ما بتشوفيش مين؟ ما هي بتاعت الفراوله بتبعتلك وانت بتشوفي. بعتلك صوره سماح والفيديوهات اللي مريم بعتلها في الهدايا. بعتلها في الهدايا وبتقول لها بصي فهي طبعا لما لقت نفسها ان هي بينت صوره سماح فاتحرجت، فقالت لقيت اصل بعتلي 10 فيديوهات علشان اشوفهم، ما بتعرفنا ايه اللي بيحصل في الساحه. على العموم انا ما بتكسفش وما بيهمنيش. خلاها تبعت لهم. وبتقول له لام رنا ايه؟ لو الحاجه فاطمه عايزاكي يعني ان احنا ضحكنا عليكي، روحي يا ام رنا وانشقي. انا والله العظيم 3 محبه على قلب تنشقي. المهم انت جبت لنا المهم ايه عند المدام بوردو؟ المهم عندها ان رضا مش متجوز. لا، رضا متجوز يا حبيبتي، وجوزي كان هناك يا ماما، ورضا متجوز يا حبيبتي. واللي ام رنا جايبه لك ده كذب، لان ام رنا راحت عند المحطه. عند المحطه بتاعه المواصلات. انما انا جوزي راح عند رضا في بيته وقعد مع رضا في بيته. فهي ام رنا هدت نارها، هدت نار مغتربه. فلما قابلت قال ايه الجيران اللي هي قابلتهم في عند المواصلات بتاعه ابشيط، لما هي قالت لها ده اللي هم جيرانه وبيقولوا ان هو مش متجوز وبيروح يلعب كره شراب وكذا وكذا وما بيشتغلش. فده هدى مين؟ هدى بتاعت بوردو، هدى نارها ان هو مش متجوز. انما لا يا حبيبه قلبي، انا جوزي وراح عند رضا وقعد مع رضا وراح بيت رضا وطلع في الشقه بتاعت رضا اللي انتوا كنت حضرتك بتروحي فيها، وكان مع رضا وكان قاعد معاه في بيته. فانتي بني ادمه رضا متجوز. يعني اللي هي بتقول لك ام رنا دي، انا عبيطه. ام رنا دي انت بتصدقها في حاجه؟ ده انا مشيت وراها. يا ريتني ما كنت مشيت وراها والله العظيم. طلع الفيديو بتاع ايمان بقاله 5 سنين يا جماعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنرجع يا جماعة اللي احنا يعني نستشف من الموضوع ده كله، ان مدام بوردو يا جماعة
لو انتوا تلاحظوا ان الست دي ما كانتش الاول، كانت محتواها نضيف، كان في واحد شاكمها، كان في من يوم ما اتعرفت على الشله الزباله اللي هي ماشيه معاها حاليا، متهيألي الامور وضحت جدا ان اللي بيتحرك وبيراقب الناس وبيدعم الناس وبيجيب فضايح للناس بالكذب وبالسد وبيكذب، بيحركوا رجاله بالفلوس وبيحركوا ستات بالفلوس، وبعدين يجيبهم جزء حقيقي وجزء تبلي، زي اللي عملوه مع امان، زي اللي يا جماعه الناس دول ناس ما بيستحرموش، ما بيخافوش ربنا، دول اهم حاجه عندهم الفلوس. فالناس دول مسيطرين على الست بتاعت بردول درجه بنضحك عليها بكلمه الملكه وهي صدقت نفسها لما بتقول لكم انا لما ببلك حد بقاله الشرف ان هو بتبلك من الملكه. فالست الغرور، دخلوا الغرور والمرض جواها، ان هي نرجسيه بتحب كده، الشخصيه النرجسيه بتحب الانا، فهي حابه الشيء ده، فهي كلهم عاملين نفسهم عبيد ليها، عبيد المال، هم عبيد المال فعلا، فهم فرحانين ان هم بياخدوا منها مال وضاحكين على عقلها، وخصوصا أميعة، خصوصا اللي اسمها بتاعه الفراوله دي، خصوصا كمان من يا ربي طبعا اللي هي الداعمه بتاعتها دي الشيطانه الكبرى اللي هي بتضحك على الناس وبتدي لهم فلوس ونفذوا، والناس ضعيفه النفس بتنفذ، ما هم بياخدوا فلوس، ما عندهمش حلال وحرام، بينفذوا بالكذب والصدق. لو قالوا لهم اهم دول بقى، لو قالوا لهم اقلعوا هدومكم وعايزين نشوفكم وانتم عريانين فعلا، والله لا يقلعوا. ليه؟ لانهم ما عندهمش حلال وحرام، دول عبيد المال، يكسروا نفسيتهم مش مشكله. قال ايه يا جماعه؟ الحاجه فاطمه قالت لبتاعه الفراوله اقلعي هدومك، والتانية قالت بتاعه الفراوله قالت ده انا لو هاكلها بدقه وملح لو هموت من الجوع ما اعملش حاجه زي كده. امال اللي انت بتعمليه ده ايه؟ اللي طلعت على سماح كل يوم، سماح اتكلمت ما اتكلمتش، اتكلمت مع بتتكلم مع اختها، انت مالك يا حشريه؟ هي بتتكلم مع اختها، بتوجه كلمه لاختها، دي اختها ودمها، مهما كان دي اختها ودمها، انما انت مين؟ انت مين اللي تطلعي وتقعدي تشتميها كل يوم وتقعدي تغلطي في سماح كل يوم؟ انت انسانه ما بتعرفيش ربنا، انت انسانه بتربي ولادك من الحرام، اللي هي بتاعت الفراوله دي، انت بتربي ولادك من فلوس حرام. اقعدي بينك وبين ربنا كده وفكري، قولي اللي انا بعمله ده مع سماح ومع الموناليزا والكلام اللي انتوا بتطلعوا عليهم ان هم شواذ، ان هم معفنين، ان هم كلاب فلوس، ان هم متبليين، ان هم ده انتوا مطلعين عليهم ما خلتوش شتمه ولا غلطه ولا صفه سيئه الا ما وصفتوا بها سماح وموناليزا. انا اقول لكم ايه يا جماعه؟ انتوا لو بصيتم احنا نعطف على اللي اسمها بتاعت بردو دي، نعطف عليها، لان حواليها شياطين الانس، قسما بالله حواليها شياطين الانس اللي مدمرينها وهي ماشيه وراهم. يعني النهارده في اللايف بتاع النهارده بصوا كده هتلاقوها اللي بعتلها كل حاجه، وهي كل ما تتكلم بتقول، يعني ما بتخبيش، بتقول لك اللي بتبعت لي بتاعت الفراوله، اللي بتبعت لي بتاعت الفراوله، كل يوم بعتلها، بتبعت لها كل حاجه بتحصل على من اخواتها، من منى، من سماح، من جوز الموناليزا، من كله بتبعت لها الفتانه دي فتنه. وبقول لك الفتنه اشد من القتل يا بتاعت الفراوله. يعني انت فتانه، يعني انت متبليه، يعني انت سببت اعراض، يعني انت بتاكلي ولادك من الحرام، واللي بياكل اللي بيدخل كل حاجه بتدخل اي حاجه بتدخل بطن ولادك من الحرام، ولادك مش هيطلعوا كويسين، ولادك هيطلعوا غير بارين بيكي. والله العظيم ولادك مع الوقت، ما تفتكريش الوقت ان ولادك لسه صغيرين تقدر تسيطري عليهم مثلا، او ان مثلا لسه شباب برضو بنقدر نسيطر، انما لما ولادك يكبروا وهيفهموا اكتر ويبقى عندهم خبره في الحياه، ويشوفوا لك الفيديوهات بتاعتك اللي انت كنت بتطلعي تسبي فيها الناس دي، اكيد ولادك هيفكروا 100,000 مره الا اذا كانوا شاربين منك وزيك يعني. بس انا طبعا ما اقدرش اجزم ولا اقدر احكم على حاجه انا ما شفتهاش، ما اقدرش اظلم ولادك، ما جايز ولادك بيخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم،
فاحنا ما نقدرش نقول على ولاد حد ما شفتهمش، او مثلا ولاد حد ما اعرفهمش ان هم فسده، او ان هم زي امهم فسده زي امهم او كذا. ما اقدرش عشان انا ما اخش ذنب. يعني ما اقدرش اقول ولاد امية وحشين، ما اقدرش اقول ولاد بتاعه الفراوله وحشين، ما اقدرش اقول على اي عيل انا ما شفتوش ولا طلع على السوشيال ميديا واتكلم او ظهر بوشه وقال حاجه ان انا اقدر يعني اوصفه بصفه ما هياش فيه، لان ما شفتوش عشان ما بقاش حرام عليا. شوفوا انا بخاف من اي كلمه انا بتطلع من بقي، انما انتوا اتقوا الله، ابعدوا عن الست، ابعدوا عن بتاعه بوردو، حرام عليكم دمرتوها. وبتقولوا الشراشيح، مين الشراشيح؟ الشراشيح اللي بيطلعوا يشرشحوا كل يوم، اللي بيطلعوا يتنمروا على الناس ويشتموا في الناس ويطلعوا فضايح الناس بالكذب وبالصدق وبالتبلي. عيب عيب. وانتي ما انتيش صغيره، انت واحده ستينيه بتاعت بوردو دي، ما تفتكريش نفسك نغه كل شويه تقولي جسمي، كل شويه تقولي بيو ايه. انت تلاقيكي زي ما انت بتقولي كده، اصل الست تلاقيها صدرها ترهل وجسمها ترهل. ما انت 60 سنه، ما انت اكيد انت مترهله انت كمان. هيبقى جسمك حلو منين وهيبقى بيو منين يا ست بتلعبي رياضه مثلا؟ ما احنا شايفينك مرزوعه طول النهار في البيت، طول النهار بتعملي ايه غير ان انت عماله تلغي على الكاميرا وعماله عامله قاعده مع الناس؟ اكيد ان انت مترهله ومتنيله ب60 نيله، ما انتش بتتحركي الحركه اللي تخلي جسمك مشدود يا بتاعت بوردو. وعقلي وارجعي لعقلك وبعيدي عن الشياطين اللي لاعبين في دماغك. ده هتبقى نهايتك وحشه، هتبقى نهايتك وحشه، لان بيستدرجوكي بتطلعي على اللايفات بتسبي في الناس وبتغلطي في الناس. مسكت عبير امبارح بهدلتها اخر بهدله. ايه اللي هيجيلك؟ ايه اللي هيجي لنا خبرك؟ لما يجي خبرك هطلع ازغرط، اخلي المتابعين يدعوا عليكي، كل واحد عنده وقت جمعه، وقت شتاء، وقت مش عارف ايه، يدعوا على عبير. ليه اتمنى الخير للناس تجديه. بيقول اللي يتمنى للناس الخير ربنا يقدم له خير، انما اللي يتمنى لهم شر ربنا هيوعدك بالشر اللي انت بتتمنيه للناس. والله العظيم يا جماعه كنا مستريحين من خلقتها بصراحه ربنا. والست دي انا اجزم ان هي فعلا كانت في السجن. ليه لا 4 ايام؟ مين اللي يصدق ان هي 4 ايام ما تعملش فيديوهات؟ هنقول بتعمل حاجه وراها حاجه، بتصور برضو. انما اللي طالعه بتقول لكم السجن، ايوه هي ممكن فعلا تكون في السجن. احنا بنعرف عنها ايه؟ هي اصلا شكلها كده الست دي ما هي سويه اصلا. الست دي مش سويه يا جماعه. الست دي بقول لكم نرجسيه مريضه. النرجسيه دي مرض. حاسه ان هي عايزه، كان عندها نقص كبير وهي صغيره، اتحرمت من حاجات كتير. فلما كبرت وعملت القناه وابتدى يبقى لها متابعين وده وبعدين بعد ما سابت رضا واتأثرت ببعد رضا عنها والمسيو والكلام ده كل ده مأثر على نفسيتها. فمش لاقي حد، دول اتلموا حواليها شويه الشياطين دول، فادوا لها لقب الملكه. هي بقى النرجسيه نفسها بقى بتحب الحاجات دي، فقالت لك انا الملكه، اعمل عليهم ملكه. هم شويه قطيع، ايه يعني هنضحك عليها وناخد فلوس وماله؟ ايه المشكله؟ مش عيب؟ هم بدل ما بيستحرموش ربنا هيقولوا كده، ما بيستحرموش ربنا هيقولوا مش عيب. ما اللي ما بيستحرمش، اللي هو بيستحرم، اللي ما عندوش حرام وحلال ده عادي، كل حاجه عنده عادي. فهم قال لك ايه يعني هنضحك عليها وليا عبيطه؟ ايه يعني هنديها لقب الملكه؟ يعني احنا ندفع حاجه من جيبنا وبعد كده هناخد ايه اللي احنا عايزينه؟ داعمين، وبنتها هتتجوز اخو جل وجابت لها شقه والتانيه اللي اسمها ضبو برضو طلعت لها بكام شقه هي كمان، وتطلع تقول لك ايه ده احنا ساكنين بالايجار. لا ده كدابين، ده عندهم شقه بملايين يا جماعه. فكلهم مستفيدين، كلهم اللي معاها مستفيدين. فلما يضحكوش عليها ملكه وامبراطوره كمان، ايه يعني؟ طالعه النهارده بقى ماسكه الحاجه فاطمه، يعني قله ادب فوق ما تتخيلوا، قله ادب فوق ما تتخيلوا وتنمر، وان الست شاذه، وان الست بتدعم الناس عشان هي عايزه كذا. قله ادب قله ادب قله ادب. مين اللي موصله لها الفكره دي؟ بتاعت الفراوله، هي اللي موصله لها الفكره دي. فتانية بتصدق اي حاجه قاعد بتصدقها. بقت كلام بتاعت الفراوله والثلاثه هم لا بتاعت الفراوله امية وضب
والتانية من دي كمان يا ربي. هما التلاتة دول مصدق كلامهم عند النرجسية. انا اقول ملكة ليه؟ ما تخصنيش عشان اقول لها ملكة دي. ما استعناش اصلا، والله مش عايزة اغلط عشان ما نغلطش. دي واحدة عرة وهبلة ومتخلفة عقليا، ان هما شوية عيال يضحكوا عليها. شوية عيال ايه ده كبار، كلهم شيخين زيها كده. بس هم يلا هنقول ايه. طبعا الله يكون في عونك يا سماح، الله يكون في عونك يا منى، الله يكون في عونك يا حاجة فاطمة، ويشفيك ويعافيك يا رب. انت ست محترمة، واحنا اسفين من الكلام اللي بيطلع من الست دي. الست دي لا تموت المصريين بصلة خالص. الست دي ما هياش من بلدنا، واحنا مستعرين منها اصلا. احنا ما نحبهاش تكون مصرية، لان الست دي تسيء للمصريين وتسيء لاسم المصريين يا جماعة. احنا ما بنتأسف لأي حد بتطلع تغلط فيه، لان دي احنا ما نعتبرهاش مصرية، وهي ما عندهاش انتماء لمصر ولا عندها انتماء لبلدها اصلا. هي كل كلامها فرنسا 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 فرنسا، وانتوا بتشوفوا. فهي بس لما حد يطلع بس ينبذها ويقول لها انت بتشكري في فرنسا وبتشكري وبتقولي وما بتجيبي السيرة بقى، تقوم طالعه بقى ايه يا حبيبتي يا مصر يا مصر، عشان ايه؟ تبين لكم ان هي عندها انتماء. انما هي كدابه. هي يا جماعه مش مصريه، هي ولا مصريه ولا فرنسيه والله. لان حتى الفرنسيين هما بدلها ورقه كده ان هي تقول ان هي معاها الجنسيه، انما هما في الحقيقه ما يستعنوهاش والله العظيم، صدقوني. فبنقول للحاجه فاطمه احنا اسفين جدا ليكي، احنا اسفين لمريم، احنا اسفين لعبير، احنا اسفين لمنى والسماح. معلش دي ابتلاء يا جماعه، دي اسمها مش اسمها هناء، دي اسمها ابتلاء. فمعلش احنا اسفين يا جماعه لاي حد، والله انا بتقسم بالنيابه عنها لاي حد يا جماعه، لان هي بتقول لنا ان هي مصريه. لا هي مش مصريه يا جماعه. المصريين غير كده، المصريين محترمين، المصريين محترمين. وكل اللي بيظهروا بيبيعوا نفسهم عشان الفلوس، او بيعملوا حاجه عشان الفلوس، او بيقللوا بنفسهم عشان الفلوس، او ده وده يا جماعه مصريين، بس مصريين ضعاف النفس. ماشي. فاقول لكم ايه يا جماعه، هو ده النهارده اللي قدرت اجمعه لكم. انا ما بتفرجلاش على اللايفات كامله، ما شفتش اللايف كامله. لو هشوفه مثلا وانا خارجه ولقيت فيه حاجه ممكن اتكلم عليها، هبقى اعمل لكم فيديو تاني واقول لكم ايه ده كل حاجه النهارده عندي، واقول لكم اشوف وشكم بخير. يلا تشيوز.